تخيلي ست عادية، ولا ملكة ولا صاحبة سلطة، لكن شكوتها كانت قوية لدرجة إن ربنا سمع شكوتها من فوق 7 سماوات ونزل آيات قرآنية بسببها. دي حكاية المجادلة. اسمها خولة بنت ثعلبة. كانت عايشة في المدينة ومتجوزة واحد اسمه أوس ابن الصامت. سنين جواز طويلة، بيت وأولاد وعمر كامل اتبنى بينهم. لكن في يوم حصلت خناقة بينهم، وأوس قال لها كلمة واحدة بس كانت كفيلة تدمر حياة أي ست وقتها. قال لها: أنت عليا كظهر أمي. في عادات العرب القديمة الجملة دي كان اسمها الزهار، ومعناها ببساطة إن الراجل يحرم مراته على نفسه لكن من غير ما يطلقها. يعني ولا هي مراته ولا هي مطلقة، حاجة كده متعلقة في النص. يعني حياتها اتقفلت بكلمة. نظام ظالم جدا للست. خولة كان ممكن تعمل زي كتير من الستات وقتها، تسكت وتستسلم وتقبل الظلم، لكن هي عملت حاجة تانية خالص. قامت راحت لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، اشتكت له من اللي حصل. بس سيدنا محمد رد عليها وقال لها ان انت كده فعلا اتحرمتي عليه، وما كانش في وحي نزل عن موضوع الزهار. ابتدت تجادل سيدنا محمد وقالت له: انا اتجوزته وهو شاب وخلفت منه وضيعت عمري معاه، وعندي لسه منه اولاد صغيرين، يعني عمري كله يضيع عشان كلمة؟ النبي برضو رد عليها إن لسه منزلش حكم فيها. خولة ما سكتتش، فضلت تتكلم وتشرح وتجادل، ومن هنا جه اسمها المجادلة. ولما ما لقتش حل رفعت عينيها للسماء وقالت بصوت واطي محدش سمعه: اللهم إني أشكو إليك. السيدة عائشة كانت واقفة من بعيد بتسمع الحوار، وقالت إن خولة كان صوتها واطي جدا درجة إن نص كلامها ما كانش مفهوم، لكن ربنا سمعها. وفي اللحظة دي نزل الوحي بسورة المجادلة. ربنا بيقول فيها حرفياً إن أنا سمعت الست اللي كانت بتجادل وتشتكي، وبسبب الحكاية دي بقى في عقوبة شديدة على اللي بيعمل كده: تحرير رقبة أو صيام شهرين متتاليين أو إطعام 60 مسكين. يعني الموضوع بقى مكلف جدا عشان ما يبقاش لعبة. وبعد الآيات دي الإسلام ألغى الزهار، لأنه كان طريقة سهلة يظلم بيها الراجل مراته، وتغير قانون كامل في المجتمع بسبب دعوة ست. الحكاية دي بتكسر فكرة شائعة إن الست في التاريخ الإسلامي كانت دايماً ساكتة. الحقيقة إن في ستات كتير غيروا قوانين ومجتمعات بصوتهم، وخولة بنت ثعلبة كانت واحدة من أوائل الستات دي. وبعد سنين كتير قوي خولة قابلت سيدنا عمر ابن الخطاب وقت ما كان خليفة المسلمين، وقفت تكلمه وتنصحه قدام الناس، والناس من بعيد استغربوا، قالوا لسيدنا عمر: دي ست وقفتك كتير قوي. فسيدنا عمر قال جملة عبقرية: والله لو وقفتني من هنا لبالليل ما كنتش سبتها. انتوا عارفين مين دي؟ دي الست اللي ربنا سمع شكواها من فوق 7 سماوات. ودي كانت حكاية المجادلة. خولة ما كانتش مجرد حكاية عن زهار أو حكم فقهي اتغير. خولة علمتنا إن مفيش صوت بيضيع طالما صاحبه مؤمن، وإن الشكوى لربنا هي الباب اللي ما بيتردش أبدا. حكاية خولة عشان تفكرنا كلنا إن الضعف قدام ربنا هو قمة القوة، وعشان نفتكر دايما إن ربنا قريب وسميع ومجيب. والست اللي كانت واقفة تشتكي في ركن صغير من بيت في المدينة فضلت حكايتها تتقري في القرآن لحد يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول